الحلاوة الطحينية هنعملها مع بعض بأسهل طريقة في 3 خطوات بس. وشايفين النتيجة عاملة ازاي؟ بجد تحفة، والطعم حدوتة. هتعجبكم جدا، لازم تجربوها. شايفين نتيجتها عاملة ازاي؟ بجد سهلة اوي. تعال نشوف هنعملها ازاي. أول حاجة هنجيب كوباية لبن بودرة، عليهم كوباية سكر بودرة، وعليهم كوباية طحينة، نفس الكوباية بنفس المقدار. بعد كده هنقلب كل ده مع بعض كده بالمعلقة واحدة واحدة. لو عجبتكم الوصفة متنسوش بقى تدعمونا بلايك واشتراك في القناة وفعلوا الجرس ليوصلكوا كل جديد. أول ما تبدأ كده تتشكل عجينة معانا نبدأ نخلط كل ده بإيدينا. زي ما انتم شايفين كده ببدأ أدعكها كده لمدة مثلا 5 6 دقايق، لحد ما بخليها عجينة حتة واحدة بالظبط كده. زي ما انتم شايفين بجيب بقى نصها واخليها في طبق تاني لوحده، واحط عليها معلقة كاكاو خام، واخلطهم كويس قوي لحد ما بتبقى كلها لون واحد. لحد دلوقتي احنا ماشيين خطوة بخطوة وسهلة قوي. ببدأ بقى كور كور كده صغيرة، مرة من اللي هي بالشوكولاتة ومرة من السادة، كورة كده وكورة كده. وبجيب طبق بفرد فيه كيس كده عشان ما تلزقش معايا في الطبق، وانزل بكورة بالشوكولاتة وجنبها كورة من الحلاوة السادة جنب بعض كده بشكل عشوائي، عشان تطلع الشكل اللي انت شفتوه ده. شايفين؟ سهلة جدا لحد دلوقتي طبعا. وببدأ اضغط كل ده مع بعض، يعني بخلص الكمية اللي عندي بضغط كل ده جامد جدا بكوباية بايديا. المهم افرد الكور كلها كده على بعض واضغطها قوي. بعد كده بدخلها التلاجة 6 ساعات او ليلة كاملة، او ممكن في الفريزر ساعتين لحد ما تتماسك كويس قوي. تمام كده. كده احنا طلعناها من التلاجة، طلعت كده من التلاجة. نبدأ بقى نشيل من عليها الكيس. كده طلعت معايا في الطبق بسهولة ازاي. الكيس بقى عمل عزل يعني ما بين الطبق وما بين الحلاوة نفسها. ببدأ بقى اشيل الكيس كده واحدة واحدة عشان نشوف العظمة دي. بجد طعمها مختلف تماما يا جماعة عن اللي احنا بنشتريه. بص بتقطع معايا بسهولة ازاي، حلو قوي. ومفيدة للأطفال طبعا، فيها لبن بودرة، والطحينة طبعا فيها برضو طاقة من زيت السمسم والطحينة والكلام ده كله. فهي بجد لازم تجربوها، هتعجبكم جدا. شايفين شكلها تحفة من جوه. هكتب لكم برضو المقادير بالمعايير تحت في الوصف، بالأوزان يعني. ما تنسوش بقى تدعمونا بلايك واشتراك في القناة وفعلوا الجرس. سلام.